الناس ينقسمون إلى 4 أقسام. القسم الأول هو القوي المصلح، قوي مصلح. اليوم وأنا جايكم من الرياض على مطار الملك خالد ركبت مع الليموزين كان يكلم أمه فما تفصلت معه في السعر. وصلت إلى المطار، أنا دائما أوقف في الشركة وأروح المطار ب50 ريال. وقفني عند المطار قال لي 100 ريال. قلت له ولا يمكن. قال أنا 17 سنة في السعودية ما في سوي جنجال مع أحد. قلت له أنا 35 سنة في السعودية ما في سوي جنجال مع أحد. بكل بساطة 100 ماني معطيك 100. قال لي وأنا أجي المطار برجع فاضي لازم 100. قلت أقسم بالله ما قد جيت ب100 أني أجيب 50 ريال. قال لي 50 مشكل. قلت والله العظيم ما في مرة جيت ب100 كله 50 ريال. قال لي 70. قلت لا 50 أنا بتفاوض معك أول ما ركبت أنت تتكلم. فقال خلاص أنت ما في زعلان شيك خلاص جيب 50. طلعتها وأنا أشعر بأنني منتصر. أعطيته 50. قلت هذا حق التاكسي، هذا 20 ريال حق ماما. فمن عفا وأصلح، لأني لو أعطيته 70 أو أعطيته 100 سيكررها مع غيري. في هذه الحالة ياسر حزيمي اختار أن يكون من النوع الأول، وهو القوي المصلح، أي أنه يسامح الشخص الذي غلط في حقه ولكن يصلحه. هنا سائق طاكسي أراد أن يستغل عدم الاتفاق على السعر منذ البداية مع ياسر، ثم عند وصوله طلب منه سعر مضاعفا. كثير منا كان سينسب الخطأ لنفسه لأنه لم يتفق على السعر منذ البداية. هنا ياسر قد سامح سائق الطاكسي لأنه لم يصدر منه شيء خارج عن الاحترام، لم يسبه ولم يتشاجر معه، لكنه صارحه وأصلحه لأنه لم يؤدي المبلغ المبالغ فيه الذي طلبه منه سائق طاكسي في الأول. هنا تكمن قوة الشخصية وانطبقت عليه فمن عفا وأصلح. أنا لا أفكر في نفسي الآن، لا، أنا أفكر أنا محافظ على حقوقي وأيضا حقوق الآخرين من بعدي. فالنوع الأول اللي هو القوي المصلح لديه صراحة، يعني يواجهك، ولديه سماحة، يعفو. أعطيكم مثال. رحت المطعم طلبت عصير برتقال ووجبة، أعطوك الوجبة كما طلبت، ولكن بدل أن يعطيك برتقال جاب لك ليمون. هذا الآن سلبك حقك، أنت بتدفع فلوس الآن وجاب لك ليمون. النوع الأول عنده الصراحة وسماحة، على طول يقول لو سمحت أنا طالب برتقال ما طلبت ليمون. فيقول له هذا ما نقدر نغير وكذا بتصير على حسابي. يقول له خلاص بس ترى أرجوك لا تعيدها، المفترض أني أجيب ليمون، إذا في مجال غير، بالله وين مديركم؟ بكل أدب يجي وين لو سمحت أنا طلبت برتقال وجابوا لي ليمون. فيقولون له خلاص وكذا، فيقول أبد ما صار الخير بس إن قدرتوا تغيرون يا ليت. هذا النوع الأول. هذا النوع به تصلح المجتمعات لأنه صارح وسامح، وينطبق عليه قول الله عز وجل فمن عفا وأصلح. لأن شعاره في الحياة أن أنبهك أنت الآن وإن لم أكسب أنا، ولكن حتى لا تفعلها مع شخص آخر. خلاص جاب لك عصير، صار اللي صار الآن، خلاص مشها يا ياسر. لا ما أمشيها، هو صح أنا إذا صححت له ما راح أنا أستفيد، لكن حتى لا يكررها مع غيري. 1 و2 و3 و4. النوع الثاني لما جابوا له العصير، النوع الشرس الذي عنده صراحة ولا عنده سماحة، أول ما حط العصير شيل الله يقلعكم ويقلع اللي يجيكم ويقلع اللي مدري إيش، ويستلم ويسوي هاشتاج المطعم الأحول اللي نقول له كذا ونجيب ويسجل هاشتاج ويتكلم عليهم ويحاولون يرضونه ويجيبون المدير بسكتونه ويعطونه حمص زيادة، ما في زعلان ويهاوشهم وأنا ماني بجايه. هذا إنسان أصلح ولم يعفو. ترى هذا النوع أفضل من اللي بيجي اللي بعده. هذا كويس. ليش؟ هذا النوع صح أنه يخسر علاقاته وإن كسب تعاملاته صح، لكن هذا النوع به يوقف الظلم ويهاب المقصر وإن كان هو عنده خلل في التعامل. هذا النوع الثاني. النوع الثالث اللطيف الضعيف. جابوا له ليمون، قالوا ربعه ترك طالب برتقال،
يا رجال كله في هالبطن يختلط كله واحد غير أبد يا رجال، بس اشتر راحتك بقدس أتهاوش أنا وياهم، ولا أبد يا رجال ليمون برتقال ما تبي أنت عطني أشرب حقك بعد تساويه. هذا النوع عفا ولم يصلح، لذلك سيخطئون من بعده ولن يوقف الخطأ أحد، وهذا النوع سلبي إلى أبعد درجة. النوع الأخير هو الذي لم يسامح ولم يصارح. جابوا لك كاس العصير فأسرها في نفسه ولم يبدها لهم، حسبي الله عليهم. عادة يفترون على الناس، يسوي هاشتاج المطعم الفلاني مليان ذبان، ويبدأ يتكلم ويبدأ يسب في الناس ويبدأ كذا. يجيه العامل ناقصكم شيء؟ لا شكرا يعطيكم العافية. لا يصارح، لكن من الداخل أيضا لم يسامح. فهو ايش قاعد يسوي؟ مرة مضايق صدره، وإذا راح للمغسلة يفتح الموية على آخر شيء ينتقم، ويسحب المناديل عشان يقهرهم، وياخذ عودان الأسنان ويبخبخ الكالونيا في كل مكان ويجي ويذب الفلوس عليهم كذا، ولا يمكن ولكنه لا يجرؤ أن يطالب بحقه. بهذا النوع تهدم العلاقات والبيوتات والمنظمات والمجتمعات، وهي قنبلة غير موقوتة تنفجر في صاحبها قبل الآخرين. ما يتكلم حتى لو تألم. إذن ينقسم الناس في ردة فعلهم إلى 4 أقسام. القسم الأول هو القوي المصلح، هو الذي يواجهك، لديه صراحة، لديه سماحة. هذا النوع به تصلح المجتمعات. القسم الثاني هو الشرس العنيف، لديه صراحة وليست لديه سماحة. هذا النوع رغم أنه يخسر علاقات كثيرة إلا أنه يبقى نوع جيد لأنه به يوقف الظلم. القسم الثالث اللطيف الضعيف، هذا النوع يعفو ولا يصلح، وهو نوع سلبي لأبعد درجة. النوع الأخير هو النوع الذي لا يسامح ولا يصارح، وهو الجبان الكتوم، به تهدم البيوتات والمجتمعات والعلاقات والمنظمات. سأسألكم سؤال: لو أن شابا متهورا في قيادة سيارة وكان يستعلي على الناس بسرعة غير معقولة مر بجانبك ثم توقف، ماذا كان سيكون رد فعلك معه؟